بيبدأ الفيلم مع الأم إليكسيا وبتحكي عن بناتها التوأم أنا وزوي واللي بيكونوا توأم متشابهين، وبتقول إن الأم بتبقى أهم شخص للطفل، بس اللي حصل عكس كده، وإن بناتها كانوا محتاجين لبعض أكتر من احتياجهم للأم. وبعدها بيظهروا البنتين التوأم، وواحدة فيهم مقتولة والتانية ماسكة السكينة وبتنهار وبتفضل تصرخ. وبعدها بنشوف أنا وهي بتتكلم مع زوي أختها عن الشخص اللي اتعرفت عليه من على برنامج المواعدة، وبنعرف إنهم هيخرجوا مع بعض. وبتتريق زوي على صفحتها، وده لانها محتاجه شخص رومانسي ومرح، وبتقول لها ان ده ممل جدا، وكمان المفروض تكذب وتكتب ان عمرها 29 سنه. وبنعرف ان عندهم 31 سنه، وبيظهر ان انا وزوي متشابهين في الشكل بس مختلفين في الشخصيه، زي فطين وميشو كده خلف خلاف. وبتقول لها زوي ان الكذب اساس العلاقات، بس انا بترفض، وده لانها عايزه تبقى دغري. وبعدها بنشوفها مع نيك اللي بيكون كاتب اسم تاني على البرنامج، وبتسأله أن لو كان متجوز ولا لا عشان كتب اسمه مزيف، فبيقول لها لا، وإنه مش عارف هو كتب الاسم ده ليه، بس هو ما كانش عاوز يظهر بشخصيته الحقيقية. فبتطلب أن منه إنه ما يكدبش عليها خالص، وبيظهر إن نيك معجب بأن. وبعدها بيروحوا الحانة، وهناك بتتفاجئ أن لما بتشوف زوي أختها، وبتعرف إنها بتراقبها، بس بتكمل السهرة مع نيك عادي، وبيرقصوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. وتاني يوم بتكون أن في الشغل، وبيبعت لها رسالة نيك وبيقول لها انه عاوز يقابلها يوم الجمعة، وبترد عليه وبتقول له اتفقنا. وعلى الجانب الاخر بنشوف زوي وهي عند شغل أنا، وهما ماشيين بتسألها زوي ليه بتتجاهل رسايلها، فبتقول لها أنا انها كانت مشغولة مش اكتر. فبتسألها زوي عن الشخص اللي خرجت معاه، وبتشك فيه لما بتعرف انه كاتب اسم غير اسمه، وانه ممكن يكون متجوز، بس بتدافع عنه أنا، وبتقول لها انها معجبة بيه. وبتعزم زوي اختها على الغداء عشان تحكي لها كل حاجة عنك. وبالليل بنشوف أنا وهي بتجهز، وبتخرج هي ونيك وبتتطور علاقتهم وبيقربوا من بعض قوي. وبعدها بنشوف زوي وهي رايحة بيت أهلها، وبتسلم على والدها بس مش بيبص لها وبيسيبها ويمشي. وبعدها بتدخل زوي أوضة أنا وبتروح لها مامتها، وبتقول لها ما تزعلش لأن والدها مضغوط ومرهق بسبب الشغل. وبتتوتر مامتها لما بتقول لها زوي إن أنا اتعرفت على واحد غني ووسيم، وبتقول لها إن هي مش واثقة فيه وإنه أكيد مخبي حاجة، وكمان كانت بتراقبهم لما اتقابلوا اول مره. فبتقول لها مامتها ان ما ينفعش تعمل كده. وبنعرف ان زوي بتكره الرجاله وشايفه ان اختها طيبه وممكن نيك يضحك عليها بكلمتين. وبعدها بتكون أنا لسه مخلصه شغل وهتمشي، وبيبعت لها نيك رساله وبيقول لها انه مستنيها، وبيكون وراها شخص اسمه ايفان، وبيكون عنده متلازمه انه ممكن يصرخ او يزعق في اي لحظه غصب عنه. ولما بيعمل كده بتتخض أنا، وبيدخل نيك يتخانق معاه لانه فاكر ان ايفان اتعرض لها. وبيعتذر له نيك لما بيعرف انه تعبان، وبيقول له ايفان انه محظوظ جدا بأنا. وبعدها بتاخده أنا وبيروحوا بيتها، وبيتفاجئ نيك لما بيشوف شكل بيتها، وده لانه غالي جدا وان شغلها في المؤسسات الخيريه ما يوصلهاش للمستوى ده. فبتقول له انها اتولدت محظوظه وان اهلها اغنياء، وبتتطور علاقتهم، وبيعترف لها نيك بانه بيحبها. وتاني يوم بيشوف نيك صوره زوي، وبيتفاجئ لما بيعرف ان أنا عندها اخت توأم، وبتعرفه ان هي مرت بظروف صعبة، وبتعمل له فطار على شكل قلب وبتدلعه. وبعدها بيكون هو في الشغل وزوي روحت البيت، وبتعرف ان نيك كان هنا، وبتتضايق انه دخل اوضتها. وبتتصل ريبيكا اخت نيك عليه، وبتعرفه ان امهم في المستشفى، وده لان رجلها اتكسرت والدكاترة شاكين ان عندها سرطان. فبيتصدم نيك وبيتصل بأنا وبيحكي لها، فبتقول له انها هتروح معاه المستشفى، وبتتعامل حلو قوي مع مامته، وبتلبسها شراب في رجلها، وبتعجب ام نيك بيها جدا. وبعدها بيخرجوا من المستشفى، وبتطمن أن حبيبها، وبتقول له انهم هيفضلوا معاها وهيساعدوها تعدي المرحلة دي. فبيسكت لحظة، وفجأة بينزل على ركبته وبيتقدم لها، وبيقول لها ان الحياة قصيرة جدا وانه عايز يقضي كل اللي جاي معاها. وبتوافق أن على طول. وعلى الجانب الاخر بتشوفهم ريبيكا، وبتستغرب جدا لانهم يعرفوا بعض من 6 اسابيع بس. وبعدها بتكون في البيت، وبتتضايق اختها لما بتعرف اللي حصل، وبتقول لها انها معرفتوش عليها لحد دلوقتي، وده لانها عارفه كويس انها هتكشف لعبته. وبتقول لها تفكر وما تتصرفش بعشوائيه، بس أنا بتكون مقتنعه ان نيك بيحبها. وبتقول لها ان انت متدمره نفسيا وده خلاكي مش قادره تثقي في اي حد. فبتزعل زوي من كلامها وبتسيبها وتمشي. وتاني يوم بيروح نيك وأنا لبيت اهلها عشان تعرفوا عليهم، وبيتفاجئ نيك بالقصر اللي هم عايشين فيه، وبتعرف اهلها انهم اتخطبوا في خلال شهرين بس. وبيقعد يتكلم ديفيد ابو
أن مع نيك وبيعتذر له عشان خطب أن من غير موافقته. فبيسألوا ديفيد عن اللي يعرفه عن ماضي أن، بس نيك مش بيبقى عارف غير الحاجات العادية. وهم بيتكلموا بتدخل أن عليهم وبتقول لهم الأكل جاهز، وبتسأل أن عن زوي فبتقول لها إنها مشغولة بس، وبتسألهم إليكسيا هيتجوزوا إمتى، فبتقول لها أن إنهم عاوزين يتجوزوا في أسرع وقت عشان يفرحوا أم نيك لأنها بتمر بفترة صعبة. وبعدها بتكون أن عند حماتها وبتسألها عن الحاجات اللي عاوزة تعملها في الفرح، وبتكون حماتها مبسوطة بيها جدا. بس ريبيكا بيظهر إنها مش عاجبها اللي بيحصل. وعلى الجانب الآخر بنشوف زوي وهي بتتصل بنيك وبتطلب منه يقابلها لوحدهم، وكمان ما يعرفش أن بالمقابلة دي. وفعلا بالليل بيكون مستنيها، وبتدخل زوي وبتبقى لابسة فستان فاضح جدا، وبيظهر إنها قصد تغريه وتخليه يعجب بيها. وبتسأله إن كان بيحب أختها، فبيقول لها إن هي أكتر حاجة بيحبها. وبيرتبك نيك لما زوي بتفتح له الصفحة بتاعته على برنامج المواعدة، واللي بيظهر إنه لسه سايبه على الرغم إنه هيتجوز. فبيقول لها إنه نسي يقفله وإنه مش بيفتحه خالص، بس مش بتقتنع زوي وبتطلب منه يروحوا مطعم عشان هي جعانة. وهناك بيسألها نيك عن شغلها، فبتقول له إن هي بتشتغل عارضة أزياء وممثلة. وهم بيتكلموا بتلمس إيده وبتعتذر له، وبعدها بتطلب منه يقول لها حاجة محدش يعرفها عنه، وبتتهمه بإنه كداب عشان قابلها من غير ما يعرف أن، وبتعرفه إن هي كانت بتحمي أختها طول عمرها وإن هي هتفضل تحميها، وده لأنها حساسة خصوصا إنها مرت بفترات صعبة. وبيتصدم نيك لما بيعرف إن أن كانت متجوزة قبل كده، ده غير إن عمرها 31 سنة مش 29. وبتقول له زوي إن هي قابلته في الأول عشان تكشف لعبته وإنه حد مش كويس، بس هي أعجبت بيه. وبتلمس رجله وبتعرفه إنها هترجع أوضتها، وبتقول له سيب الحساب على أوضة 101 وإنها مش محتاجة راجل يدفع لها حاجة. وبيفضل يفكر فيها ومش عارف ينساها. وبتوصل له رسالة من أنا وبتقول له تصبح على خير وما تنساش تنام بدري. وبيقرر يروح عشان ينام بدري، وبنشوفه في أوضة زوي وبيكنسل خطيبته وبيقربوا من بعض قوي. وتاني يوم بيصحى متأخر على الشغل وبيكون حاسس بالذنب، وبيكذب على أن وبيقول لها إنه كان سهران مع أصحابه طول الليل، وبيتهرب منها وبيقول لها إنه مش هيقدر يقابلها عشان تعبان، وكمان بيرفض تفضل جنبه في تعبه. فيقول لها سيبيني انت بس أنا هبقى تمام. وبالليل بيرجع لزوي وبيظهر إنه مش قادر يبعد عنها على الرغم إنه متأكد إن اللي بيعمله غلط. بيقول لها أن مش لازم تعرف باللي بيحصل بينهم، وده لأنها ممكن تزعل جدا. فبتقول له زوي إن أختها وإنها مستعدة تقتل أي حد ممكن يأذيها. لا بصراحة باين إنك بتحبيها جدا. وتاني يوم بيقابل نيك أن وبيجيب لها ورد، وبتحس إن نيك متغير، فبيقول لها إنه محتاج يعرف الحاجات المهمة في ماضيها. فبتعرفه أن إنها كانت متجوزة وإنهم سابوا بعض لأنه دخل في علاقة مع زوي. فبيتصدم نيك وبيسألها سامحت زوي بعدها ولا إيه، فبتقول له إنها كانت مدمنة وقتها وضعيفة وهو استغلها عشان كده ما قدرتش تسامحه. فبيعتذر لها نيك وبيحضنها. وتاني يوم بتستنى أن أختها عشان تشتري معاها فستان الفرح، لكن زوي مش بترد عليها، وبتروح أن لوحدها وبتختار فستان. وفي الوقت ده بتظهر زوي وبيكون مش عاجبها الفستان، بس أن بتبقى عاوزاه وبترفض تاخد الفستان اللي عاجب أختها لأنه مش شبهها. وبتتعصب أن وبتطلب منها تفرح لها شوية. وبعدها زوي بتروح لريبيكا وبتسألها عن السبب اللي خلاها ما تروحش مع أن وهي بتشتري الفستان. فبتقول لها ريبيكا إن كان عندها شغل وإن مامتها مريضة، فبتطلب زوي منها إنها تبطل جعرفة وتروح مع أختها لأن ده هيبسطها. وبعدها بنشوف نيك مع أن وبيظهر إن باله مشغول ومش بيبقى مركز، وأن بيتكلموا عن الفرقة الموسيقية اللي هيجيبوها في الفرح. وبتفتكر أختها وبتقول له إنه لازم يقابلها. فبيرتبك نيك ومش بيعرف يرد. يقابلها إيه ده عاش معاها أكتر منك. وبتسمع ريبيكا كلام زوي وبتروح معاها محل الفساتين، وبتقول لها صاحبة المحل وهي زعلانة إن الفستان اللي اختارته اتقطع، والكلام ده حصل من بعد ما مشي. وبتعرف إن زوي هي اللي عملت كده عشان تجبرها تلبس الفستان اللي على مزاجها. وبتقيس الفستان وبتبقى عايزة تعيط بس بتمسك نفسها. وبعدها بتروح بيت أهلها وبتقرا مذكراتها وهي صغيرة، وبتتكلم مع والدها وبتقول له إن كل اللي كتبته كان عن زوي وكأنها ما كانتش موجودة. فبيقول لها والدها إن الفرح بس مخليها مضغوطة ومتوترة. فبتقول له إن نيك أفضل حاجة حصلت لها وإن المشكلة في زوي وإن جه الوقت اللي تخرج من تحت ظلها. فبيبتسم والدها وبيحضنها. وبالليل بتكون في البيت، ولما بتشوف زوي بتسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كده في الفستان. فبتقول لها إنها كانت بتحاول تساعدها لأن شكلها هيبقى أحلى في الفستان اللي اختارته. فبتقول لها
أن هي دايما بتبرر تصرفاتها على الرغم ان هي اكتر شخص بيحبها في العالم، وبنعرف ان هي خلاص ما بقتش مهتمة بيها ومش فارق لها انها كانت هتحضر الفرح ولا لا، بس مش بترد عليها زوي وبتسيبها وتمشي. وبعدها زوي بتقابل نيك وبتختبر جوز اختها يمكن يكون مش شغال، وبعدها بيعرفها انه اتكلم مع أنا وعرف ان هي سبب انفصالها عن جوزها، فبتقول له زوي انه فشل في الاختبار، فبيعرف نيك انها كانت بتختبره هو كمان وبرضه فشل، بس بتعترف له انها بتحبه وبيسألها ان كانت بتلعب بيه او عايزاه يختار بينها وبين أنا، فبتسأله زوي لو كان عاوز ينهي كل اللي بيحصل، فبيهز راسه وبتتعصب زوي وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بنشوف ريبيكا وهي عند إليكسيا واللي بتحكي لها عن بناتها وبتقول لها ان زوي شبهها لكن أنا شبه والدها. وعلى الجانب الاخر بيكون ديفيد سامعهم وهما بيتكلموا وبيطلب من ريبيكا يتكلم معاها قبل ما تمشي، وبتكون إليكسيا متوترة وخايفة جدا، فبتسألها ريبيكا ايه اللي حصل، فبتقول لها ان العلاقة اللي بين زوي ونيك مش غلطة زوي، وبتتصدم ريبيكا وبتخرج من عندها بسرعة وبتروح لأنا وبتقول لها انهم لازم يتكلموا شوية. وبعدها بتتصل بنيك وهي بتعيط وبتقول له انها عرفت كل حاجة وبتقفل التليفون في وشه، فبيتصدم نيك وبيروح لها البيت بسرعة، ولما بيوصل بيلاقيها مقتولة وبيتصدم وما بيعرفش يعمل ايه وبينادي على اي حد يساعده، وفجأة في حد بيخبطه على دماغه، ولما بيفوق نيك بيلاقي ان زوي موجودة وبيعرف ان هي اللي قتلت اختها وبتقول له ان هو اللي طلب منها تنهي كل حاجة، فبيزعق لها نيك وبيطلب منها تبعد عنه وبيحاول يتصل بالبوليس، بس زوي بتمنعه وبتعرفه ان بصماته موجودة على السكينة ده غير الدم اللي على هدومه، وبتقرب زوي منه وبتقول له ان هي بتحب اختها اكتر من اي حاجة بس هي اتخلت عنها عشان علاقتهم، وبيظهر انها بتحاول تأثر عليه وبتطلب منه ياخد جثة اختها ويروح مبنى معين وهناك في فرن يعني عاوزاه يولع في الجثة، وبتعرفه الرقم السري بتاع البوابة وبتطمنه وبتقول له ان مفيش كاميرات والامن اللي هناك مش هيقدر يكلمه لانها ماسكة عليه صور وحاجات، وانك مش اول شخص يعمل الحوار ده فما تقلق. فبيعيط نيك وبيقول لها انه مش هيقدر، بس زوي بتقنعه وبتطلب منه انه يفتكر والدته وانها ممكن يحصل لها حاجة لو انت اتسجنت، فبيوافق وبيحط جثة أنا في الفرن. ولما بيرجع البيت بيكون زعلان ومصدوم جدا وبيجيب كل اللي في بطنه وبيفضل يعيط. وتاني يوم بيصحى وبيلاقي أنا اللي عاملاله الفطار وبتقول له ايه رأيك نعمل الأكل ده للناس اللي هيحضروا الفرح، وبتكون لابسة نفس الخاتم اللي اشتراه لأنا وبيكون مصدوم ومش عارف يرد وبيفضل يفكر في اللي حصل، طب ليه زوي بتمثل انها أنا ولا هو ايه اللي بيحصل ده؟ فبيقرر نيك يروح لديفيد وبيحكي له كل اللي حصل وبيعيط وبيقول له انه كان ناوي يبلغ الشرطة، فبيحاول ديفيد يهديه وبيعرفه ان زوي ماتت من 3 سنين، فبيتصدم نيك لما بيعرف انها قتلت نفسها بسبب انفصالها عن حبيبها وان أنا هي اللي لقيت جثتها، بس نيك مش بيبقى مصدق اللي بيسمعه ومش بيصدق غير لما بيوريله صورة زوي وهي مقتولة، وبيعرفوا ان أنا عندها انفصام في الشخصية وانها بتلبس هدوم زوي وبتركب عربيتها وبتتصرف كأنها هي بالظبط، وكمان بتكلمها وبتتعامل معاها رغم ان زوي مش موجودة اصلا وانها خلاص بقت مريضة بشخص مش موجود. فبيقول له نيك ان أنا قتلت حد وهو شاف الجثة في البيت وانها بتعيد نفس المشهد تاني وكمان في حد ضربه على دماغه، فازاي حصل كل ده؟ فبيقول له ديفيد ان ممكن اللي ضربه يبقى صاحبها او اي حد عشان يظبطوا الحكاية، وبنعرف انه كان ايفان. فبيقول له نيك انه رمى الجثة في الفرن وبيكون حاسس بالذنب، فبيقول له ان ممكن تكون ريبيكا اللي اتقتلت وده لانها كانت هنا امبارح، وديفيد وراها الصورة وعرفها بكل اللي بيحصل، فبيمسك تليفونه وبتكون مامته بعتاله رسالة بان ريبيكا مش موجودة من امبارح وانها قلقانة عليها، وبنشوف إليكسيا وهي بتتصل بأنا وبتقول لها ان ابوها عرف ريبيكا بكل حاجة، ولما ريبيكا راحت لأنا البيت انتهزت الفرصة وبيبقى مصدوم انه حرق اخته بايده، واول لما بيشوف أنا بيطلع يجري وراها وبيزعق لها وبيقول لها ان هي اللي قتلت اخته، فبتكدبه وبتقول لوالدها ان نيك قتل اخته لانه كان بيتخانق معاها على الوارث، وبتعيط وبتقول لوالدها ان هي جات عشان تحذرهم منه، فبيجري نيك وراها وبيمسكها من رجلها، بس أنا بتضربه وبيقع على السلم هو ووالدها، وبتجري أنا على مامتها وبتحضنها، وبنعرف ان إليكسيا بتشجع بنتها تعمل اللي هي عايزاه وما كانتش بتحاول توقفها، فبيسألها نيك عن السبب اللي خلاها تعمل فيه كده وانه كل اللي عمله انه حبها، فبتقول له انه خانها وان مفيش شعور اسوأ من ان حد بتحبه يخونك، وبتواجه والدها وبتقول له ان هي وزوي شافوه مع عشيقته وان اختها اتدمرت بسببه، فبيقول
وبيقول لها والدها ان الموضوع ده كان من زمان وان هو واليكسيا بيعدوا المشاكل دي، وبيحاول ديفيد يهدي بنته وبيحضنها، لكن أنا فجأة بتقتله بالسكينة وبتبقى عايزة تقتل نيك لكنها مش بتقدر، وفجأة بتضربه والدتها على دماغه، وبنعرف ان أنا عندها حالة نفسية وانها عاوزة تقتل اي راجل خاين. ولما بيفوق نيك بيلاقي الشرطة موجودة وبيشوف أنا وإليكسيا وهم بيعيطوا وبيتهموه ان هو اللي قتل ديفيد وكمان قتل اخته، وبيفهم انه مش هيقدر يدافع عن نفسه، فبيبتسم وبيسيب الشرطة تقبض عليه. وبعدها بنشوف أنا وهي بتعترف لوالدتها ان هي السبب في موت اختها لانها دخلت في علاقة مع حبيبها، فبتطمنها والدتها وبتقول لها ان هي هتكلم زوي واكيد هتسامحها، وده لان مفيش اقوى من علاقات الاخوات. فبتبتسم أنا وبتصدقها. وبس كده الفيلم يكون خلص. اكتب لي رأيك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك واشتراك. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.